طبعا طبعا التوابل دي لازم تتحط كلها على طبق السلطه، لانها هتظهر الفايده بتاعتها. انا عايز يبقى الطبق عندي متكامل. الكمون عندي استخدمه المصري القديم في علاج الحمى، في الدوده الشريطيه، في علاج عسر الهضم. ممكن بعض الناس ايضا بتستخدم الكمون لزيوت الطياره اللي جواه، بتقدر انها تجيبه وتطحنه وتدهن بيه المفاصل والام الروماتيزم وما الى ذلك. ده برضو في الكمون. الكمون اقدر ان انا افتت بيه حصوات الكلى والحالب، ودي من الحاجات المهمه في المغلي بتاع الكمون. ممكن الكمون ايضا استخدمه في انقاص الوزن، وان انا احرق سعرات حراريه كبيره عن طريق ان انا اعصر عليه الليمون. ده طبعا اللي هو الشهير الليمون مع الكمون. دي من الحاجات طبعا الشهيره الجميله اللي بتساعد في عمليه التمثيل الغذائي، وبتساعد في انقاذ مع شويه ليمون. ما هو الليمون هيجي له يعني، لسه هيجي له طبعا. فاعتقد هذه مهمه جدا في الخلطه هذه كلها مهمه جدا في طبعا. احنا اتكلمنا يمكن في التقرير على الشطه. من الحاجات المهمه جدا يعني ماده الكابسايسين، هذه الماده اللي هي بتخفف من الالام. هذه الماده اللي اوصت بيها الجمعيه الامريكيه لحمايه القلب، اوصت ان الناس تاخد مهم جدا الشطه. بهيشارك احنا ناخذ كل المعلومات في التقرير هذا مع المشاهدين، ونشوف التقرير ونرجع لكم ثاني مشاهدينا. احنا معروفين في ليبيا دايما بالهريسه او بالاشياء اللي تكون فيها بهارات حاره بعض الشيء. هل هذا بيساعد على حرق الدهون؟ طبعا نعرف انه هو بيساعد حتى هو انه بيحرك الدهون في الجسم سريعا وتحرقها، هل هذا صحيح ام لا؟ طبعا من ضمن الحاجات المهمة جدا مادة الشطة. مادة الشطة بتحتوي على مادة الكابسايسين. هذه المادة بتطلع على مراكز الشبع في المخ، بتوقف لو الإنسان عايز ياكل أكتر من اللازم، بتقول له خلاص استوب. فدي أوصت بيها الجمعية الأمريكية لحماية القلب إن احنا نتناول الشطة لو حابين إن احنا نخس. من ضمن العناصر المهمة اللي بداخل الشطة عنصر المغنيسيوم. هذا العنصر بيقلل الاسترس، وطبعا بيقلل الكورتيزون في الجسم، فبيقلل لي الضغط النفسي والعصبي. تخيل الشطه بتزيل من التوتر. فطبعا بننصح الناس طبعا ان هم يتناولوها في الاكل بتاعهم وفي السلطه. من ضمن الحاجات المهمه الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. كلما زاد الاخضرار قلنا زاد فيتامين سي، وكلما زاد الاحمرار زاد فيتامين اي. الفلفل الاخضر من احد الحاجات المهمه الفاتحه للشهيه. فيتامين سي بيحافظ على جدار الاوعيه الدمويه، بيحافظ على البشرة والجلد. فيتامين اي بيحافظ على سلامة النظر عندي، والعشاء الليلي، مرض العشاء الليلي بيساعد في هذه الحاجات. يعني كل هذه البهارات بتساعد في علاج هذه الأمراض. في أي نوع من البهارات الثانية أو الخلطات الثانية موجودة في مطبخنا تساعد أيضا على التخسيس، أو نضيفوها على شوية على الأكل بتاعنا أو تعطي نكهة أيضا للأكل بتاعنا؟ هو طبعا الكمون من احد برضو الحاجات المهمه، وممكن ان انا اعمل عصير كمون وعليه ليمون. ده من احد الحاجات المهمه برضو بتساعد في عمليه التمثيل الغذائي وزياده الحرق في اجسادنا. شكرا لك دكتور وعلى المعلومات القيمة هذه جدا. مشاهدينا زي ما قال الدكتور الكمون مع الليمون أحسن حاجة بعد الفطور، على خاطر ما نسمنوش بعد رمضان ونقولوا احنا يا ريت ما اللي صار ما صارش، ونقولوا كل عام وانتم بخير مشاهدينا، وإلى اللقاء. ونقولوا اللي ان شاء الله يعني، ونقولوا طبعا اللي صار هذا ان شاء يا ريته ما صارش. والمشكله انه هو دائما احنا في رمضان نسمنه ونندموا على اللي كلينا، ونقولوا احنا كلينا حاجات بسيطه، هذاك شويه سمبوسه وشويه نعرف شنو مقلي وحاجات بسيطه كده، وشربنا الزنجبيل او شربنا الكمون مع الليمون لكن ما ضعفناش. لكن هل انه هو لازم يكون في نظام غذائي على خاطر نمشوا على الحاجات هذه؟
هو طبعا يعني الآية واضحة جدا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. طبعا الأكل والشرب، طبعا لو قعدنا ناكل سمبوسة وناكل الكنافة والقطايف وما إلى ذلك، مشكلتنا في الحلويات يا دكتور والله في رمضان. حتى لو خدنا 20 كوباية ليمون كمون؟ بكمون مش هيعمل باين أي شنو حاجة. الحل؟ والله الحلويات حتى مثلا يعني نتكلم مع اي احد يقول مشكلتنا في رمضان الحلويات، لان ممكن الموسم الوحيد او الشهر الوحيد اللي ناخذ فيه مثلا الكنافه والقطايف والبسبوسه والحاجات بتاع رمضان هذه. ماشي اوكي، ناخد حاجات صغيرة جدا، يعني ناخد حاجات زي ما قلت لحضرتك، مراكز الشبع بعد 20 دقيقة بتبتدي انها تتوقف على طول. انا في خلال ال 20 دقيقة اخد حاجات صغيرة جدا، حتة كنافة، حتة قطايف، حتة يعني حاجه بسيطه في اليوم يعني. حاجة بسيطة في اليوم، يعني احاول ان انا اظبط الميزان بتاعي. الاكل يعني مع الحلويات. يعني انا هتحرك قد كذا، هروح يعني مثلا انا رايح اسكندريه، مشوار اسكندريه ده هياخد كام لتر بنزين، هياخد كذا، يبقى انا بمون العربيه بنزين لكذا على حسب مشوارك، على حسب يعني. المشوار. صحيح. باين نخش على الفلفل الاسود. طبعا الفلفل الاسود من الحاجات الجميله جدا، الفاتحه طبعا للشهيه، مضاده طبعا للقيء، مضاده للاسهال، ممكن تساعد في علاج عسر الهضم. فيها ماده مهمه جدا الفلفل الاسود، هي ماده الببرين، وهو طبعا اصله الهند، يعني اصل الفلفل الاسود من الهند. نعم. من الحاجات المهمه اللي في الفلفل الاسود ان انا ممكن اطحنه مع فيزلين، وبرده لعلاج الروماتيزم، ده بيستخدموه في الطب الصيني. حلو. بيخفض من درجه حراره الجسم لو الانسان عنده برد، بيرفع من الجهاز المناعي عندي. طبعا الجهاز المناعي ده عباره عن، هوضحه للساده المشاهدين يعني بصوره بسيطه جدا، عباره عن الصواريخ اللي هي بتطلع لما الميكروب يخش. اول ما الميكروب يخش اللي بيصطادوا الصواريخ دي، هو ده الجهاز المناعي اللي صواريخه جاهزه وسريعه ويقدر ان هو يصطاد بيها الميكروب، هو ده اللي جهاز المناعي بتاعه قوي. صحيح. فالفلفل بيساعد ان هو بيحفز الجهاز المناعي ده، بيخليه دايما حساس ودايما قوي، ان هو يقدر ان هو يصطاد على طول مايكرو اورجانيزم او الميكروب اللي داخل لي. تمام. دكتور طبعا انت عارف ما نحطه في بصل مع سلطه، وفي ناس يرفضوا ان هم يحطوا البصل لانه يعني يقول لا انه هو صح اوكي عنصر مهم ولكن ليس مهم جدا في السلطه وليس من اساسيات السلطه. البصل بعد ما هنتكلم عليه دلوقتي كله هيحطه في السلطه، كله هيحطه في السلطه. البصل بيحتوي على فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C، ده رقم واحد. حلو. رقم 2 بيحتوي على مادة اسمها الكيوريسيتين، هذه المادة مضادة للشيخوخة ومضادة للتجاعيد ومضادة للسرطانات. ما شاء الله. إذا الناس اللي عندها تجاعيد تلحق تجيب طبق السلطة وتاكل على طول، وتحط فيه البصل، لان البصل فيه ماده الكيوريسيتين. طيب البصل بيبقى ليه ريحه نفاذه جامده اللي بتثير الدموع، وست البيت طبعا بتعاني منه. هذا ريحه اعتقد الفم يعني بتكون مثلا مزعجه عند بعض الناس. دي بسبب ماده اسمها اللايل بروبايل داي سلفايد، معلش هي كبيره شويه، مختلفه شويه يعني الاسم. اللي هي الكبريت. نعم. الكبريت دي اللي بتثير الدموع، بتخلي الدموع تنزل لست البيت. طيب ست البيت تعمل ايه عشان الدموع ما تنزلش؟ لا طبعا ما تضحكوش، بس ست البيت هتقطع البصل تحت حنفيه الميه والميه شغاله، الماده ما تقدرش تطلع للعين. يمكن دي هيقدر يفيدنا قوي فيها الشيف محمد طبعا. صح. من طرق هو اعتقد قالها حتى مره الشيف يعني. من طرق تقطيع البصل. طيب رائحه الفم، طبعا الناس كلها ازاي هاكل بصل ورائحه الفم؟ لو مضغت عود نعناع راحت الريحه تماما. عود نعناع. طيب الايد نغسلها بايه؟ نغسلها بالخل ونغسلها بالليمون. طيب لو حسينا في حرقان هناكل حبه حبهان اللي هي او حب الهيل. نعم. ده بيضيع الحرقان تماما بتاع البصل. معلومات حلوه والله. فده ده مشكله البصل اللي هو الكبريت، وحليناه. من احد العناصر او عنصر هام جدا في البصل هو الكروميوم. ايه عنصر الكروميوم ده؟ بيعمل لي ايه؟ بيحفز لي الخلايا انها تقدر تستقبل الانسولين، فبتساعد في الحرق. الانسولين ده الهرمون اللي هو بيحرق السكر، فبتساعد طبعا في الحرق. يعني حتى مهم بالنسبه لي مرض السكر يعني. طبعا يعني مرض السكر طبعا مهم جدا لمرض السكر. نعم. ومهم للناس اللي عايزه تنقص الوزن. ده من الحاجات المهمه. وعلى فكره الكروميوم ده موجود
دواء موجود في الصيدليه، دواء ياخدوه انا مش عايز كحبه اقول يعني. اسمه، هو موجود موجود، هو عنصر الكروميوم اللي موجود نعم. في البصل. من ضمن الحاجات المهمة إن هو بيقفل الحاجات اللي هي مضادات الالتهاب، يعني بيقفل حاجة عندي اسمها سايكلو أكسجينيز ولايبو أكسجينيز. المادتين دول المسؤولين عن الالتهاب. الالتهاب بيطلع من المادتين دول ومن مادة أصلية اللي هي البروستاجلاندين، المادة بتاعتهم. هو بيقفل الكلام ده كله وبيحافظ لي إن هو مضاد للالتهاب. ربنا خلق لي في جسمي مادتين، مادة اسمها أو عمليتين سوري. نعم. مادة عملية اسمها الأوستيوبلاست والأوستيوكلاست. الأوستيوبلاست دي هي اللي بتساعد على عملية البناء. البلاست اللي هي البناء، الب مع الب، الكلاست الأوستيوكلاست دي عملية التكسير. نعم. فطبعا يعني سبحان الله، طبعا ربنا على مدار السنين خلاص الإنسان بيكبر، فبتبتدي دي تكسر في الخلايا. وجد بقى مركب في البصل اسمه GBCS، ده الاختصار بتاعه، بيوقف عمل الأوستيوكلاست اللي هي بتكسر في الخلايا بتاعة جسم الإنسان. ممتاز. فاللي عايز يحافظ على الخلايا بتاعته، واللي عايز على طول ينقص في وزنه، واللي عايز يبقى ما عندوش تجاعيد وضد الشيخوخة، على طول البصل عليكم على البصل. وفي بقى الميكس الشهير، البصل مع العسل، ده بيدي تأثير قابض. كيف يا دكتور؟ لا والله هيطلع طعمه حلو، صدقين هيطلع طعمه بصل مع عسل؟ بصل مع عسل نحل. وفي ناس بتاكله جدا وما فيش يعني ما فيهوش اي مشاكل. يعني ناخده مثلا يعني معلقه قبل الاكل. البصل هنحط عليه العسل، يعني هو يبقى موجود على عمق كده في العسل، ونطلعه ناكله. طبعا ده بيدي اوكي تمام، فهمت قصدك. فهمتني؟ يعني هيدي طعم البصل يعني له تأثير قابض. تخيلت ان نقص البصل وبعدين نحط عليه معاه كشيك عسل ونحركه على القوي وناكله. أيوة، لكن ولا عسل كامله مثلا نحطه فوق مثلا ممكن ننزل في البصل ونطلعه ناكله على طول. طبعا شويه بس يعني واحد لو في فوائد كثيره جدا واحد يضطر ان هو يعني ياكلها. اكيد طبعا اكيد. فاحنا نبتدي حتى بيه الاول في طبق السلطه. طبعا البصل ذكر في القرآن في الآية بتقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم. فالبصل طبعا ذكر في القرآن، وفومها في رواية اللي هو التوم. طبعا لو هنتكلم عن التوم برضو مضاد حيوي طبيعي، ويعتبر هو البنسلين الطبيعي اللي موجود عندي في الطبيعة. مضاد حيوي متكامل، في مادة الألين ومادة اللايسين وعنصر السيلينيوم. التوم، ركزوا بقى معايا في التوم. أول حاجة بيحافظ على سيولة الدم. رقم 2 بيقوي القلب. ليه بيقوي القلب؟ لأنه بيحفز مادة الأدينوسين إنها تطلع، وهذه المادة طبعا هي اللي بتساعد في تقوية القلب. رقم 2 خافض للضغط، يعني هيقلل الضغط عندي، لأن بيثبت، بيعمل إن هو بيوقف مادة الأنجيوتنسين اللي هي بتعمل انقباض أو تقلصات للأوعية الدموية. ده كله في التوم. التوم يعتبر مقوي جنسي طبيعي لوجود عنصر الفوسفور. عنصر الفوسفور ليه أهمية تاني أخرى، طبعا بيحفز الخلايا الدماغية وبيحفز المخ، وأقدر إن أنا أزيد من كفاءة الدماغ وأزيد من كفاءة المخ عن طريق عنصر الفوسفور. بيساعد أيضا في علاج تساقط الشعر. لو أنا عندي تساقط للشعر، أقدر إن أنا أجيب فصين توم وأدهن مكان الشعر اللي واقع، على طول ينبت التوم. الناس اللي عندهم مثانة ضعيفة يقدر ان هو يعتمد على التوم، هيقوي من المثانه. نعم. الناس ايضا اللي هم عندهم حصوات في المراره، اقدر ان انا ادي التوم بيعالج. ما شاء الله. تمام. في اخر حاجه، اخر مرض بيبقى مرض سقوط الاسنان من اللثه بتترهل والاسنان طبعا بتقع. التوم بيحافظ على بيقينا من الامراض دي كلها ان شاء الله. يا رب التوم فيها فوائد كثيره جدا. شكرا يا دكتور. نخشوا على الاسئله بتاع الفيسبوك سريعا بس نجاوبوا باختصار، واللي حيكون التعمق بعدين مع المشاهدين لو كانت تقدر تخش على الفيسبوك وتجاوب عليها. لكن سريعا في ايشو قالت: صباح الخير، ما هي الخطوات التي تساعد على انقاص الوزن؟
الخطوات اللي بتساعد او الخضروات الخضروات اللي بتساعد على نعم. انقاص الوزن. قلنا عندنا البقدونس، قلنا البصل، الشبت، الكزبره، كل الحاجات دي طبعا بتساعد على اضرار البول وبتساعد في عمليه التمثيل الغذائي. وقلنا الكمون نعم. زي ما شرحناه بالتفصيل. في الضحى دكتور انا كل يوم نشرب قهوه بالزنجبيل، يعني نطيبها مع القهوه عادي ما يسببليش ضرر، ونحب الاعشاب الطبيعيه يمكن ينزل نسبه السكر العالي في الدم؟ وشكرا دكتور. يعني هي عايزه اعشاب بتنزل نسبه السكر في الدم. وهل